شوف، هو موقف الوزارة واضح. الوزارة هي تسير بالمرفق العام، وكل إنسان مكلف بالمرفق العام من حقه باش يلقى الحلول اللازمة باش تمشي الامتحانات بظروف طيبة، باش تسد الدروس بظروف طيبة. احنا عندنا دائما حلول، وما بين الحلول نلقاو مع الناس الكل. الحلول نلقاو مع النقابات، نلقاو مع اتحاد عام الشغل. اليوم الاتحاد العام للشغل عنده موقف عقلي الناس الكل واضح. موقف عبر عليه المكتب التنفيذي بالوضوح، وهو يلزم السنة الدراسية تنجح، يلزم السنة الدراسية تنجح. بالعكس، تم موقف إيجابي نحييه الاتحاد العام للشغل. ثم بعض الخلافات العالقة مع بعض النقابات يظهر لي صار بعض سوء تفاهم. مثال عندنا المجال باش يرجعوا المفاوضات باش نلقاو حلول. قدرنا باش نخدموا مع بعض، قدرنا باش نلقاو حلول مع بعض، لأن الناس الكل معنية بإنجاح السنة الدراسية، وكل الناس معنية بالإصلاح التربوي. أنا شو نقول كان ثم خلافات وهي موجودة وهي طبيعي. أبواب الوزارة مفتوحة، نرجعوا المفاوضات، نرجعوا نطوروا التفاوض، نكلموا رواحنا بصراحة. أين أخطأت الوزارة وأين أخطأ وأنا أتصور أن يهمني الوزارة ويهم الاتحاد العام للشغل ويهم النقابات والناس الكل، يهمنا هو مصلحة الجميع ومصلحة الوسط. أما نبعدوا على الناس كلها طبعا. أنا كما قلت عن مكلفة بمهمة وزارة التربية، معناها ما كانش